السلام عليكم. تعالوا نعمل سجق الشارع بدون اي تعقيد ولا فزلكة. سجق بسيط خالص زي اللي بناكله في العربيات في الشارع، وهيبقى طعمه برضه وريحته نفس الريحة بالظبط. بس الاحسن هنا ان احنا غاسلين ايدينا وغاسلين حاجتنا ومتأكدين من نظافتها، بالاضافة كمان ان احنا مش حاطين ليا ولا دهون كتير. هيبقى حلو قوي للاولاد، سندوتشات غدا، ممكن نعمل جنبه مكرونة، ممكن ناكله كده بس من غير اي حاجة، حبة ترشي جنبه او مخلل، وهيبقى رهيب. السجق طبعا تشتروه من مكان اللي يعجبكم. يعني ولو عاملين السجق في البيت يعني افضل كتير وبيرمي معاكي اكتر. ان شاء الله هنزل لكم يعني الطريقة بتاعة السجق في البيت، الوصفة بتاعته كاملة. بس المرة دي بقى هنشتريه من عند جزار يكون مضمون، ضامنين ان السجق بتاعه ما يكونش مثلا فيه دهون، شغط، في حاجات كتير ما تنفعش لأكلنا، ما ينفعش ان احنا نأكلها لولادنا. لا، هاتوا السجق من مكان مضمون يا جماعة، هاتوه من محل يكون بيعمله انتوا عارفينه، عشان لو جربتوه ولقيتوه وحش ما تستخدموهوش تاني. السجق من الحاجات اللي الولاد بتحبها اصلا، مستوي وجميل وطعم الخضار فيه ظريف قوي. انا حسيت ان انا باكله فعلا عند واحد كده يعني في الشارع. بألف هنا، يا رب الوصفة تعجبكم. تنسوش تعملوا لايك وشير. اول حاجة بدون اي زيوت ولا دهون، طاسة سخنة قوي وهرمي عليها السجق بتاعنا. بعد ما اشوحه تشويحتين واحس ان هو لون من ناحيتين، هقوم نازله عليه بكميه البصل اللي عندي. كتروا البصل والخضار لانه في الاخر بيدوب. هنزل بفصين توم برضو في نفس الطاسه كده علشان يتشوح معاه، اتشوح وبقى شكله حلو زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى بالفلفل الالوان بتاعي وطماطمية متقطعه، هغطيه بس عشان اتاكد ان هو استوى والهنك بتاعه يكون مش بيشد ومستوي كده وطعمه حلو وظريف. هحط شوية ملح وشوية فلفل اسود، وكمان هحط السبع بهارات بس. مش هكتر الملح لان السجق واخد ملح وواخد كل حاجة، فالملح اللي انا بحطه ده للخضار وللبصل اللي انا حطاه. وبألف هنا، مفيش وصفة اسهل من كده. ممكن تخشي تعمليه في 10 دقايق من غير ما توسخي غير الطاسة اللي هتعملي فيها، وفي سندوتشات بقى وعبيه. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. مفيش اسرع من كده للسجق. عايزة بقى تخليه دهونه اكتر او الريحة اكتر وهتقفي تعمليه في الشارع، يبقى حطي في الطاسة قبل ما تعمليه حتة ليا كده تطلعلك ريحة فحفحة. ممكن بقى نعمله بطريقة الفحم. بعد ما نخلص كده خالص في ورقة فويل نحط فحماية ونحط عليها شوية زيت ونغطي الطاسة، هتبقى كأنك عاملاها على الفحم. بألف هنا وشفا. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وأتمنى كمان تعملوا لايك وشير ومتابعة للصفحة. كلوا بقى أحلى سجق وأحلى حاجات ممكن تاكلوها في البيت بدل ما تاكلوها في الشارع. أنا عن نفسي من الناس اللي لما باكل أي حاجة من دي في الشارع معدتي بتتعبني جدا جدا وبفضل يومين تعبانة. بألف هنا عليكم، مع السلامة.